مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البيتي فور. طبعا نواعم العيد مستمرين ان شاء الله في نواعم العيد. ان شاء الله باذن الله كل يوم هنعمل حاجة كده من نواعم العيد بدل ما نشتريها من بره. النهاردة هنعملها بأقل التكلفة ان شاء الله باذن الله. اعذروني شوية بقى على صوتي لاني طبعا صوتي لسه تعبان، والبرد طبعا مأثر فيه. الحمد لله والشكر لله. وقبل ما ابدا الفيديو بشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك ويكتب لي تعليق. جزاكم الله خير يا رب. يلا في البدايه نقول بسم الله ونشوف العظمه دي عملناها ازاي. اول حاجه معايا هنا كيلو من الدقيق، ومعايا 850 جرام من الزبده. والزبده لازم تكون خارجه من التلاجة قبل ما نستخدمها كده ب10 دقايق. الزبده هنا بمعادل 4 كوبايات وربع. ومعايا هنا 4 بيضات كده كاملين، يعني صفار وبياض. ومعايا هنا 4 أكياس من الفانيليا. معايا كمان 340 جرام من السكر بمعادل 2 كوبايتين وربع من السكر البودر. ولازم طبعا بعد ما تطحنيه في البيت كويس جدا، لازم وضروري ان انت تنخليه، لان بيبقى فيه طبعا كده برضو من السكر كده حصوات، وكده هيبوظ معانا البيتي فور ومش هيطلع معانا زي ما احنا عايزين. حطيت السكر بقى هنا كده والزبده زي ما انتم شايفين، والزبده لازم تكون خارجه كده قبليها ب10 دقايق، علشان لما نيجي نضربها كده في العجان تتضرب معانا. انا هفضل اضرب في الزبده والسكر لحد طبعا ما لون الزبده كده يفتح معايا خالص، وكده تبقى النتيجه ان شاء الله بجد تحفه. وهنا هنزل كده بالفانيليا كده على البيت بالمنظر ده. يبقى حطينا الزبده وحطينا السكر وضربناهم، شايفين القوام؟ اللهم بارك، جميل جدا بقى اللون كده الكريمي بالظبط. وهنا نزلت كده ب4 بيضات و4 أكياس من الفانيليا. هو ده القمع اللي انا هشتغل بيه. انا معايا هنا 2 كده من القمع اللي انا بعمل بيه البيتي فور. انا هنا بقى هنزل كده بالدقيق زي ما انتم شايفين كده، نص كمية الدقيق. مش هنزل بكيلو الدقيق مرة واحدة، لا انا هنزل بنص الكمية كده من الدقيق. وبعد كده هشغل العجان زي ما انتم شايفين. طبعا هنا لازم ننزل بالدقيق حبة حبة، علشان احنا محتاجين العجينة تكون بتلزق، لان احنا مش هنعملها بقمع بس، لا احنا هنعملها بالقمع كمان والكيس. فاحنا لازم العجينة تكون بتلزق شوية علشان تنزل طبعا من القمع بكل سهولة. وهنا خلاص كده انا وقفت العجان، وبحاول ان انا بقى اجيب كده العجينة اللي تحت طبعا فوق واللي فوق تحت، علشان كلها تتجانس مع بعض، وتبقى العجينة زي ما انتم شايفين هي ملمسها اصلا بيلزق. يعني انا لو حطيت ايدي في قلب العجينه هلاقيها بتلزق جدا، وهو ده اللي احنا عايزينه. هنا بقى عندي ملحوظه ليكم، والملحوظه دي حلوه جدا جدا لكل اللي بيعمل بيتي فور، والبيتي فور بينفش منه، او البيتي فوريه بتبقى كبيره وبيبقى ملامحها بتتغير. يعني بمعنى اصح البيتي فوره بقت بسكوته. احنا هنعمل ايه؟ هناخد كده اول ما نبدأ كده زي ما انتوا شايفين كده في الصاج، هناخد 2 3 وهندخلهم الفرن، ونشوف بقى شكل البيتي فور. لو البيتي فور دخلناه الفرن ولقيناه نفش معانا، قوام بسرعة هاتي حبة دقيق وحطيهم على العجينة، وبسم الله ما شاء الله هتلاقي العجينة بتاعتك بقت جميلة جدا جدا، ومش هينفش معاكي البيتي فور. ملحوظة حبيت اقولها: قبل ما تعملوا البيتي فور او الكحك او الغريبة، خدوا كده واحدة ولا 2 في قلب صينية صغيرة، وحطوها طبعا على درجة حرارة 160 عشان حاجتك تطلع مظبوطة معاكي وما تتلسعش منك. وبعد كده ظبطيهم ودخليهم الفرن وشوفيهم، لو نفشوا معاكي حطي حبة دقيق، لقيتيه طالع معاكي 100 100، يبقى انت مقاديرك مظبوطة وكده ماشية تمام. شايفين شكل الصاج؟ اللهم بارك، تحفة جدا. وهنا بقى يلا بينا ندخل الصاج بتاعنا الفرن على درجة حرارة 160. اول ما بيجيب لون بنولعه على طول الشواية، وما شاء الله ما فيش ثواني وبيطلع معانا جميل جدا جدا. وهنا زي ما انتم شايفين الكيس كان فيه اصلا عجينه بيضه، فانا حطيت بقى حته كده من العجينه اللي بالكاكاو، وعمل لي بقى الرسمه الحلوه دي كده في البيتي فور. طبعا خدنا بقى جزء من العجينه وحطينا عليه كاكاو، عملنا زي ما انتم شايفين كده، عملنا بالكاكاو وكمان عملنا ساده. شايفين الكميه؟ ما شاء الله اللهم بارك. كيلو دقيق اعطانا كميه جميله جدا جدا. وكمان لسه في طبق كده اهو، برضو الطبق ده اللي انا حطاه دوت اللي انا هزينه. انا يا جماعه ما بحبش ازين البيتي فور من دلوقتي وبسيبه. لو انا عملت كده حقيقي البيتي فور بيبقى طري وبيبقى طعمه مش حلو، فانا ما بحبش بصراحه اعمل كده. انا قبل الوقفه بيوم ان شاء الله باذن الله هقعد بقى ازين كده البيتي فور، واحطه بقى في العلبه بتاعته كده، علشان ان شاء الله اي حد يجيلك بقى ان شاء الله تقدمي له منه. بس انا طبعا قدامكم هعمل معاكم طبق واحد، وبعد كده ان شاء الله باذن الله الباقي هزينه انا مع نفسي بعد كده. والطبق
دوّة أنا هازيّنه بقى للولاد إن شاء الله بعد الفطار كده يبقوا يدوقوه إن شاء الله بإذن الله وياكلوا منه، لكن طبعًا الباقي إن شاء الله أنا هابقى أزيّنه بقى كده مع نفسي بإذن الله. هنا بقى أنا معايا إيه، معايا هنا شوية كده من الفرماسيه، معايا شوية من المربى، شوكولاتة بيضا، شوكولاتة بني، شوية من جوزة الهند كده، معايا هنا شوية بقى من المكسرات أو شوية من السوداني المجروش، أي حاجة عندِك هتسِد وهتعملي بيها. وزي ما أنتم شايفين أنا كان عندي كميات بسيطة لإني أنا لسه بصراحة ما اشتريتش، يعني أنا لسه ناقصني شوية حاجات كده إن شاء الله بإذن الله هانزل إن شاء الله أشتريها. فأنا كان عندي بقى بواقي كده مكعبين شوكولاتة بيضا، مكعبين شوكولاتة من الغامقة، شويات كده برضه من السوداني المجروش أو المكسرات، أي حاجة حابة إن أنتِ تزيني بيها زيني بيها. كان عندي حاجات بسيطة حطيتها في الأطباق كده قدامكم وقُلت أنا هازين على قدها، وحقيقي اللهم بارك أنا زينت بيهم ما شاء الله. الطبق اللي أنتم شفتوه معايا في الأول كان ما شاء الله طبق محترم، طبق جميل جدًا، جدًا. وهنا بقى زي ما أنتِ حابة، حابة إن أنتِ بقى تحطّي شوكولاتة كده ما بين البيتي فورا والتانية حطّي، حابة إن أنتِ تعملي مربى براحتك أنتِ. بس أنا طبعًا اتسألت السؤال دوّة في تعليق من التعليقين، في ناس قالوا لي يعني لو إحنا دلوقتي حابين إن إحنا نعمل البيتي فور ونشيله من دلوقتي إن شاء الله بإذن الله للعيد، هو ده هيبقى فيها مشكلة؟ هي مش هيبقى فيها مشكلة لو أنتِ زينتيه من جوّه بشوكولاتة، ولو أنتِ حطيتِ من برّه شوكولاتة، دي مش هتبقى فيها مشكلة وعلى ضمانتي. لكن اللي هيبقى فيها مشكلة لو أنتِ حاشياها من جوّه مربى، لإن البيتيفورة هتبقى طرية معاكِ. يعني إحنا طبعًا في الطبيعي بناكل البيتيفور مقرمش، بيبقى ليه طعم كده وبيبقى فيه يعني حتة قرمشة بسيطة. لكن أنا دلوقتي لمّا آخد بعضي وأعمل طبعًا كل الكمية اللي قدامكم دي اللهم بارك، أعملها طبعًا كده بالمربى، وزي ما أنتم شايفين كده برّه مربى وجوّه مربى، وأحطها في علبة، كل ده على بعضه هيطرى صدقيني. لكن لو حابة إن أنتِ تعمليه من دلوقتي للعيد يبقى بلاش المربى، شيلي المربى خالص من البيتي فور. سيّحي بقى الشوكولاتة كده زي ما أنتم شايفين، وزي ما أنا ما باعمل كده اعملوا. والله الطريقة دي ما شاء الله هتخلّي البيتي فور طعمه حلو جدًا، جدًا. بس طبعًا أنا بصراحة ما عنديش وقت إن أنا أعمل كده دلوقتي، فقُلت أخلّيها بقى كده إن شاء الله قبل الوقفة كده بيوم والّا حاجة أعمله بإذن الله، لإن أنا عندي اللي بيحب بالمربى وعندي اللي بيحب بالشوكولاتة، فطبعًا إن شاء الله بإذن الله أعمل بقى ده وأعمل ده. فالنهارده هاعمل معاكم طبق واحد بس كده، يعني طبق بس كده للولاد، وإن شاء الله بإذن الله تشوفوا بقى إن شاء الله اللي أنا هازيّنه تشوفوه على العيد بإذن الله. وأنا إن شاء الله بإذن الله باصوّر لكم بقى الشقة وباصوّر لكم إن شاء الله حاجة العيد. هنا زي ما أنتم شايفين اللي حطيت فيها شوكولاتة بيضا بازيّنها بشوكولاتة بيضا زي ما أنتم شايفين، واللي حطيت من جواها شوكولاتة من الغامقة برضه بازيّنها كده بالشوكولاتة الغامقة. طبعًا برضه الشوكولاتة البيضا والشوكولاتة الغامقة بتبقى حلوة جدًا، جدًا في البيتي فور. شايفين ما شاء الله شكلها جميلة، وما شاء الله ممكن إن أنتِ تسيبيها كده، وممكن إن أنتِ تحطيها طبعًا مع الزاني، ممكن إن أنتِ زي ما أنا عاملة كده تحطي كده حاجة بسيطة من الشوكولاتة الغامقة زي ما أنتم شايفين. والله بيبقى شكلها جميل وطعمها بيبقى تحفة جدًا ما شاء الله. وهنا بقى هاعمل معاكم كده بالمربى، والمربى طبعًا إحنا عملناها مع بعض كذا مرّة. اللي معايا دي مربى فراولة، شايفين ما شاء الله بتبقى شكل البيتيفورة حلوة وبيكون طعمها جميل جدًا، جدًا بالمربى. بس ما ينفعش إن أنا أركنها وقت طويل، يعني أسيبها كام يوم وبعد كده لمّا آجي آكلها هيكون طعمها متغيّر وهيكون طعمها مش حلو. فصدقوني الحاجة لمّا تتعمل طازة بطازة أحسن والله. شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدًا، جدًا، اللهم بارك. دي طبعًا اللي بالمربى، ما شاء الله برضه شكلها بيبقى حلو جدًا، جدًا. وده بيكون شكل البيتيفور بعد ما اتزين. شايفين اللهم بارك شكله عامل إزاي؟ تحفة جدًا ما شاء الله. أنا عايزة أقول لكم إن البيتيفور كده يعني ما شاء الله تمسكيه في إيديكِ كده متماسك وجميل جدًا، ما شاء الله اللهم بارك. لمّا تاكليه بيكون بيدوب كده وليه طعم بجد تحفة جدًا. طريقة ناجحة 100%. طريقة البيتيفور بتاعة النهارده بجد روعة جدًا ما شاء الله اللهم بارك. البيتيفورة ماسكة بتدوب في البُق كده لمّا تيجي تاكليها. الطريقة بسيطة وسهلة. وده بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل جدًا وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.